طالما ربنا سخرني ان انا اقول لك الكلمتين دول وسخرك انت عشان تسمعهم، يبقى الكلمتين دول ليك وركز فيهم قوي. بص هقول لك على حاجة، وركز كده بقى وحياة امك انت وهي. انا عارف وحاسس باللي انت فيه، وعارف كمان ان انت جبت اخرك وما عادش فيك نفس تحارب، وعارف كمان ان انت بتفكر في الاستسلام عشان الموضوع ما عادش لا باين له لا منطق ولا رجا، وعارف ان انت صامد قوي، وعارف كمان ان انت بتفكر في الانسحاب الشيك ومجهز كذا عذر محترم عشان تقنع بيه الناس وتعرفهم اللي انت كان في ايدك تكسب، بس انت قررت تستسلم عشان انت عارف ان هي حرب مش عادلة وانك مظلوم فيها، وعارف كمان ان انت شايف كل الناس اللي حواليك وهي بتحقق كل احلامها، وانت شايف نفسك احسن منهم وانك احق منهم بالنجاح ده، وعارف كمان انك بتسأل ربنا كده على استحقاق وبتقوله انت ليه بتعمل معايا كل ده؟ انا بغلط بس ما بأذيش حد، ليه انا اتأذى؟ ليه الظروف معاندة معايا قوي كده؟ انا عارف كل ده وحاسس باللي انت عايز تقوله، وحاسس ان انت جواك خلاط مشاعر من الغضب والاحباط والشعبطة في امل جواك. بس تعالى يا صاحبي نتكلم شوية بصراحة، احنا ممكن نقعد مع بعض نقعد نفضفض من هنا للصبح ونطبطب على بعض كمان من هنا للصبح، بس اخرتها ايه؟ انا عارف انك حاسس ان في 100 سكة وفي 100 اختيار، بس في الاخر يا صاحبي والله هم اختيارين بس ماليهم تالت، يا تحارب يا تنخ وتقعد في بيتك، وعلى حسب اختيارك انت بقى هتشوف في عيون الناس اللي بتسمعك ومتابعينك حاجة من الاتنين، يا انبهار يا شفقة. عاوز الناس تسقف لك وهي مبهورة بيك، ولا عاوزهم يطبطبوا عليك ويقعدوا يمصمصوا في شفايفهم وانت صعبان عليهم؟ مش بقولك ما تزعلش، لا يا صاحبي، وانت بالليل لوحدك كده ازعل وعيط واقعد اخبط دماغك في الحيطة، بس تاني يوم الصبح قوم وكمل حرب، ولما تروح بيتكو بالليل ازعل، واول لما تصحى من النوم كمل تاني حرب لحد ما يجي اليوم والناس تشيلك فوق اكتافها، يا اما فرحانين بانتصارك اللي انت عملته في الحياة، يا اما في كفنك وانت بتحارب عشان تنجح. بس اياك تطلع من الدنيا ديت كده، تطلع منها وانت مهزوم او منسحب، واعرف كمان ان مفيش حاجة بتحصل لك كده وخلاص، وان مفيش جهد بيروح في الهوا، واعرف ان ليك رب اسمه كريم مش هيسيبك زعلان ولا مكسور، وهيعاملك باسم الكريم.